أكد اليوم محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أكد على دفاعه عن رابطات حماية الثورة ورد على الأصوات المنادية بحلها بأن القرار هذا يرجع بدرجة أولى للقضاء، وأكد زاد أنه ما ثم حتى طرف فوق سلطة القانون. حسام المشي. أرجع اليوم محمد عبو دفاعه عن رابطات حماية الثورة ومواصلة نشاطها الإيمان منه بقيمة الرابطات هذه في التذكير بأهداف الثورة ووقوفها ضد عودة الاستبداد والخروج عن المسار الثوري، وكان هذا خلال ندوة فكرية نظمها فرع رابطة حماية الثورة بحي التضامن واللي احتضنها مقر بلدية المنطقة. علاش رابطات حماية الثورة يسمعوا الناس ندافعوا عليهم؟ لسبب بسيط، كونه ماناش في مأمن من كونه يرجع نهار نظام الاستبداد. ماناش خايفين ياسر، اما خايفين الى درجه معينه صغيره ربما. فما سيناريوهات لا قدر الله، انا ما نقول 5% احتمال كي يصير السيناريو ذا شكون باش نلقاو يدافع على الثوره وشكون باش نلقاو يتصدى نظام الاستبداد. حاجتين يبقاو ويذكروا الناس بقيم الثوره ويبقاو ضمير كما قلنا المره اللي فاتت، ولو البعض غش منها الكلمه ما يسالش، هما ضمير وغيرهم زاد ينجم يقول انا راني ضمير الثوره. التوانسه الكل الثوره ما فما حتى حد قراري نتاعي، اما مجموعه معينه تقول نحن موجودين لحمايتها ما يسالش، اما في حدود القانون. ديسمبر 2012 تاريخ باش يبقى في ذاكرة كل النقابيين، واللي يقول 4 ديسمبر يقول حادثة الاعتداء الشنيع على المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة، وإن كان النقابيين بصدد التجمع للخروج في مسيرة إحياء لذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد. خبر عاجل خلود سامحني باش نسيقوا لك وللناس اللي يسمعوا فينا. سي محمد عبو في الصفحه الرسميه لرجل الغنوشي حركه النهضه ترشح علي العرايض برئاسه الحكومه. تعقيب سريع من عندك. لا هذا هو التأويل، هو كون الحركة الفائزة بالأغلبية هي اللي باش تقترح معنا من سيكون رئيس الحكومة. نحن أعطينا رأينا البارح بقيادة حركة النهضة، موافقين على علي العرايض، أعطينا رأينا في بعض الأشخاص الآخرين، ولكن بالنسبة لسي علي العرايض ما عندنا حتى اعتراض. ربما رينا سي علي العرايض أو سي محمد بن سالم، من حق خلينا نكونوا شفافين وواضحين في الموضوع هذا، ولكن الحركة على كل حال اختارت ما دام ما عندناش تحفظ على سي علي، إن شاء الله يا ربي يوفقوا في مهامه وإن شاء الله يتمكن من تشكيل حكومة في نهارين 3 أيام، خاطر المسألة طولت أكثر من اللازم. فما ناس عملت تنازلات قبل 14 جانفي مع بن علي، المؤتمر من الجمهورية لم يفعل ذلك. ما نطولش عليكم سيد الرئيس، انا وخاطب زملائي الكل اللي موجودين هنا ونخاطب الراي العام في الشارع اللي انا عندي معلومات ولكن ما عنديش اسماء نجم نقولها في غياب الدليل اللي في يديا، كونه فما اطراف اليوم دخلت في لعبه خطيره جدا. نحن بينا في وقت من الاوقات كنا باش نغطوا وربما نقربوا لهم شويه، نحن بينا في وقت من الاوقات رفضنا كونه نكملوا تفاوض خاطر عندنا مطالب معينه نحبوا ناخذوها، لكن العقلاء في داخلنا يقول لك راهو ما تاخذش كل شيء في السياسه وخمم قبل كل شيء في مصلحه تونس. اطراف سياسيه انهزمت اليوم موجوده تحرك في اعتصامات، وانا نعرف اطراف سياسيه انهزمت اليوم تحرك في فوضى في البلاد. نحب نقول لهم حاجه واحده، تحب تضرب حركه النهضه رانا مستفيدين خاطر فادين من 42% ونحبوا المؤتمر يكون عنده 30%، نحبوا النهضه تكون 20%، هذه حق من حقوقنا. اما كي تضرب حركه النهضه اللي نحن انتقدناها وقت الحمله الانتخابيه ومارسنا حقوقنا وهما بيدهم ينتقدونا وكلنا ننتقدوا بعدنا، بالله ما تضربوش تونس وما تلعبوش مواطن بسيط مش قاعد يتبع في الامور ايش قاعده تصير في البلاد. فما جهه ما سياسيه انا في تصور وقلتها من 2013 تحس ثم بصمات اجنبيه والله اعلم، فماش دوله تقول والله عندي تحديات امنيه خطيره ياسر، الناس هذوما ما نقبلهمش، ما تقبلهمش عاد برا نمشيو نحكيو بمنطق اخر، ما اللي يوصل لك على الحدود تلقى لي النار وكو.
راهو هذا مش منطق دوله، فنكونوا واضحين للي يسمعوا فيه، حتى ان ما امنتوش معناها بحقوق الانسان ولا بقوانين راهو ما نجموش نمنعوهم على الاقل. وهو فرحه راشي خاطر جاو في فيفري خرج في بدايه مارس، معناها لازم واحد زاد يكون في التاريخ. تو حركه النهضه هي اكثر حركه يكذبوا عليها العباد، لكن هي بيدا زاد حركه النهضه كيفاش يكذبوا عليها العباد؟ اكبر حركه مستهدفه بالمغالطات هي النهضه. اي سامحني الشيوخ اللي جات قبل وشجعت على الجهاد ثلاثه ولا اربعه هما اللي جاوا وما فماش ما يفيد. اليوم حكاو ياسر على سوريا. لا فما ما يفيد. استنى عارف قلت لك حكاو ياسر. لحظه برك يسمعوا فيه العباد يحبوا يكونوا ريزونابل شويه. يا سيدي انا راني ما تحطونيش في وضعيه يومين وليناش ندافعوا على حركه النهضه. استنى ما حركه محمد وراشد الغنوشي يقول لك انا دخول الشيوخ الفتنه سماهم الى تونس تونس قرطاج غلطه كبيره. ما تسمعش سي راشد الغنوشي هذاك في وضع خاص به هو. قلت لك عنده ما تسمعوش رئيس الحركه ما تسمعوش. هو يقول لك غلطنا ودي تقولوا لا ما غلطوش.